المخابرات الأمريكية تكشف وثيقة تؤكد مغربية الصحراء الشرقية ورفض الجزائر القاطع إعادة أراضي مغربية أخذت خلال حرب التحرير. وفي التفاصيل، كشفت وثيقة كشفت عنها المخابرات الأمريكية CIA أن الحكومة الجزائرية ما بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962 رفضت كليا إعادة أراضي مغربية الأصل في الحدود الشرقية للمملكة مع الجزائر إبان سيطرة فرنسا عليها. وذكرت الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية أن الحدود الجنوبية الشرقية للمغرب مع الجزائر فرنسا آنذاك لم يتم ترسيمها أبدا، ابتداء من منطقة فييغ إلى الصحراء المغربية التي كانت محتلة من إسبانيا. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن فرنسا كونها كانت تسيطر على المغرب والجزائر قبل استقلالهما قامت باقتطاع أراضي مغربية شرقية لصالحها أو لصالح الجزائر